اهلا وسهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، والنهاردة جايين نتكلم عن حاجة غريبة قوي. سمعتوا قبل كده عن جبال بتغني؟ والله بتغني. عمرك سمعت عن جبال بتغني؟ مش بهزر، جبال حقيقية بيطلع منها صوت موسيقى او همهمة او حتى انين. تعالوا احكي لكم حكاية. اول محطة عندنا جبال الرمال المغنية في الصين. فيها مكان في الصين اسمه صحراء دون هونغو، فيها جبل من الرمال. الناس بيسموه الجبال اللي بتغني. ليه؟ علشان اول ما تمشي على الرمل او حتى لما الريح تعدي عليه تسمع صوت كأنه صفارة او طبل خفيف او حتى نفحة موسيقية. الناس زمان كانوا بيقولوا الرمل دي فيها روح، لكن العلماء بيقولوا ان السبب هو احتكاك حبيبات الرمل ببعض. بس برضو الصوت غريب بشكل يخليك تشك. طيب، تاني محطة كهوف الأنين. كهوف الأنين في أمريكا. في كهف اسمه مهنجغ كفرن، يعني كهف الأنين في كاليفورنيا. اللي يدخل هناك يسمع صوت غامض كأن الجبل بيئن من الوجع. الصوت ده بيطلع لما الهواء يدخل ويتردد جوه الصخور، بس اللي يسمعه لأول مرة ممكن يفكر ان في جوه حد جوه الجبل، يفكر ان في حد موجود جوه الجبل. تمام. طب تالت محطة معانا محطة الجبال الجليدية اللي بتعزف في القطب الجنوبي. الجليد لما بيتشقق بيطلع صوت مش صوت كسر عادي، لا ده صوت كأنه كمان بيعزف او بيانو بيعزف لوحده في عز البرد. يسموه هناك أغنية الجليد. ويا سلام بقى لو سمعته في الليل تحس انك في فيلم خيال علمي. وناس هنا زمان كانوا بيقولوا اللي يسمع غنى الجبل يبقى الجبل راضي عنه، وغيرهم كانوا بيخافوا ويقولوا ده في أرواح جوه بتهمس. الخلاصة الدنيا مليانة حاجات غريبة، وجبال بتغني وكهوف بتتكلم وطبيعة بتدهشنا كل يوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبولي في الكومنتات تحبوا الحلقة الجاية تكون عن ايه. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا اغلى حبايب.